عالصحة والجمال كلنا متجمعين، ده كلام حقيقي مش في الخيال، لو حتى تسألنا 100 سؤال عالصحة والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. هو مش معترف بوجود إله وإن الدنيا دي موجودة كده بالصدفة، لا خالص. لكن الناس دي أول ما بتسلم يا الله بيبقى حالهم حال تاني خالص. طيب الجانب الروحي مهم؟ طبعا مهم. إن أحافظ على الصلوات بتاعتي؟ طبعا. وايه كمان؟ الوضوء. الوضوء ده مهم جدا جدا جدا، ويمكن انا اديت محاضرات كتير قوي في لقاءات مختلفه سواء في الجامعات او في المساجد عن الاعجاز العلمي في الوضوء من الناحيه الطبيه. طب ازاي؟ هو الوضوء بيعمل لي ايه؟ الوضوء دون بينشط الدوره الدمويه في الجسم. الوضوء بيقوي جهاز المناعه عندك. الوضوء بيخلي الجسم يتخلص من الاوساخ اللي موجوده على الجلد والسموم. انت لما بتتوضى يا ريت تدلك ايدك كويس جدا. ليه؟ تعالوا نبص كده على الايدين. الايد دي فيها اكثر من 800 بوينتس او نقطه نهايات الاطراف العصبيه الموجوده في الايد، وكل نقطه من النقاط دي هي متصله باعضاء الجسم. ازاي؟ يعني مفاتيح اعضاء الجسم كلها هي موجوده في كف اليد. تعالوا نبص كده مع بعض. عندي الصابع ده فيه مراكز المخ. الصابع في مراكز المخ. يعني لو اي حد عنده صداع، عنده ارق، مش عارف ينام، مجرد بس ما بيدلك صباع الابهام 5 دقايق دور على الصداع اللي عندك. طبعا ناس كتير جدا هتستغرب، ده ايه سحر؟ لا طبعا مش سحر. خدوا بالكم ان جسمك هي فيها كل العناصر الكيميائيه الموجوده في العالم كله، في الكره الارضيه. جسمنا في كل العناصر الكيميائيه. الدكتور مصطفى محمود قبل كده في برنامج العلم والايمان الله يرحمه كان بيقول ان الانسان في لب المخ هنا في صيدليه بشريه. انت لو عايز اي حاجه من اي هرمون او عنصر كيميائي اورجانيك، حاجه طبيعيه موجوده في الجسم، نقط معينه بضغط عليها سواء كان في الايد او عندي في القدم، بتقدر بتعمل تحفيز لهذا العضو ويعالج مشاكل هذه المشاكل اللي بيعاني منها العضو. معقوله؟ الايدين؟ طبعا الايدين. عندك هنا زي ما قلنا الراس، الجمجمه، وخد بالك ان كل قدم مسؤول عن الاتجاه بتاعها وكل ايد مسؤول عن الاتجاه بتاعها. يعني عندي مثلا دي القدم اليد اليسرى، فتلاقي هنا في الجزء ده فص المخ الايسر. يعني لو انت عندك مشكله معينه موجوده في المخ او الصداع موجود في الجزء الشمال يبقى اضغط على الشمال. طب موجود في اليمين يبقى اضغط فين؟ في اليمين. 5 دقايق 10 دقايق بالكتير جدا دور على المشكله اللي عندك دي فين. سبحان الله. فاكرين لما وزير التربيه والتعليم منع الضرب في المدارس ولقى طلاب كده بقت بتموت، واحد كده ضربه على ايده ولا مد على القدم؟ طبعا زمان احنا اتربينا على كده يعني. ايه اللي حصل للولد توفى، قلبه توقف او المخ حصل له تجلط دموي. ده ايه اللي حصل؟ ويجي طبعا المعلم قدام القاضي ويحلف بالله انه ما جاش جنب مخه ولا قلبه، انا ضربته على ايده او ضربته على القدم. يا خبر، دي مصيبه، كارثه. ليه؟ لان انت ما تضمنش ان العصايه اللي اتضرب بيها
هذا الطالب هي جت في فين؟ مراكز الاعصاب فين؟ يا معلمين يا مدرسين، خلاص ننسى موضوع الضرب ده نهائي، خلاص انتهى. انا لازم اتعامل مع هذا الانسان بعقليته، انزل لمستواه عشان تعرف تتعامل معاه. لكن الضرب ده مشكلة، مصيبة. العصاية جت في مراكز القلب، القلب توقف. جه في مراكز المخ، المخ توقف. عشان كده لازم ناخد بالنا جدا. في اسرائيل من وسائل التعذيب بتاعتهم هو الضرب على الاطراف او خلع الاظافر. هنا عندي مكان الطحال ومكان الكبد تحت الظفر. عذاب ما بعده عذاب. طبعا خلي بالكم، هو عنده دراعه انه يتقطع ولا انه يتعذب من الاطراف دي، لان دي فيها نهايات الاطراف العصبيه الموجوده في اليدين. طب نرجع بقى، ايه علاقه الوضوء بالكلام ده كله؟ انت لما بتتوضى مش بتدلك ايدك كويس جدا؟ انا عايزك تدلكها كويس قوي. لان لما بتدلكها كويس جدا انت بتعمل تنشيط لجهاز الهضم، بتعمل تنشيط للقولون. طب اقول لكم على حاجه جميله جدا، الناس اللي عندها امساك مزمن، امساك، يقول لك انا الامساك ده على طول عايش بحياتي، كل لما حد يتصل بيا اقول له اعمل حاجه كويسه جدا. وعلى فكره اي حد عايز يبعت رساله SMS على 94 174 او اتصال من اي موبايل 17 64